سلام الله عليك يا سيدي ومولاي يا امير المؤمنين علي بن ابي طالب. يعني اقول قابل عم احنا افضل من علي بن ابي طالب سلام الله عليه. يا اخوان والله العظيم يعني انا مرات واحد دائما شراي المنشورات عم شوف تواضي او بساطه ويا الرعيه مالته. دائما شراي المنشورات مما يروى كان الرواد كان يخطب بجامع الكوفه. سبق ونشرت يعني قصة سلام الله على أبي الحسن وأهل البيت ما يمل من حديث يكون طبقة بحياتنا اليومية. فيقول جاء أحد الأشخاص يقال له رجل اسمه عداس من الخوارج وعدوه وبجامع الكوفة علي بن أبي طالب يخطب آلاف مؤلفة. قال له كفى يا ابن أبي طالب كفى خطب معناته اعطينا أنا اعطيني فلوس أدي أروح أنا محتاج. الرواد يقول كان من ضمن يأخذون العطاء من الخوارج وعدوه. شوفنا علي قال له يا ابن برا. قاموا الصحابه قالوا لا معناته عوفوه خلي انا اريد واحد يطالب بحقه. سلام قال ما انا ما احضرك لا جمعه ولا جماعه. يقول الامام علي طاعه العدو ومن الخوارج. هسه احنا هذول ما دامش يكون اسم علي بن ابي طالب يطبقون منهج علي بن ابي طالب مما يروى دائما اشياء المنشورات. سلامك يا مولاي ابو الحسن يا علي. الروايه تقول ذا فقير ومات. يعني شو اقول بدولة بخلافة علي بن ابي طالب بدولته يعني كان يحكم 51 دولة. يعني شلون نقول معناته ينطي الرواية تقول كان يوفي الذمة مات هذا الإنسان الفقير يوفي الذمة مات من بيت المال. يقول خاف يجي يوم القيامة من الله سبحانه وتعالى معناته مطلوب ويوفي الذمة مات. وعدوه والخوارج وكان مسيحي ولا يهودي ولا غير مله ماطول بدولة علي بن ابي طالب بجميع الامصار والولايات اللي تابعه لعلي بن ابي طالب. حتى لو شو يقول بالصين او بلاد الاندلس وكان والامام كله يقول الرواه تقول يوفي الذمه مات. يعني ما عنده تفرقه بالرعيه مات. مما يروى دائما المشهورات ابو الاسود الدولي عزله وهو من الولاة. قال ليش عزلتني يا امير؟ قيل لك انك ترفع صوتك بس ترفع صوتك تعلي صوتك. هسه احنا هنا هذول دائما يعني اقول هاي العالم والخريجين واقول شنو الكبرياء والغرور. هسه واحد من يجي يستلم السلطه انا متعجب يستلم السلطه وصل بالسلطه ولا كان ماكو برامات وحساب وكتاب عمه. والانسان هاي مما يروى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الروايه تقول يعني شوف غرسنا عبره من رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي بن ابي طالب اهل البيت سلام الله عليه من قوانينهم غير نسمع احنا كمسلمين.